السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهارده البكاكين الفلاحي او الكماج، هنعملها بطريقة سهلة جدا. مقاديرنا متوفرة في كل بيت. من كيلو دي هتطلعي اكبر كمية من البكاكين، ريحتها معبية المكان ما شاء الله، لونها خطير وطعمها جميل جدا. وصفة سهلة وبسيطة، يا رب الوصفة تعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير، ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. هنزل كده ببولة بكوبايتين ونص من اللبن الرايب، ضربتهم كويس جدا في الخلاط عشان ما يكونش فيهم اي تكتلات، يكون معاكي طبعا اللبن دافي. هنزل عليهم بكوبايه كده من السمنه السايحه، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه كده من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. المقادير هسيبها لكم كده مكتوبه في صندوق الوصف بالمضرب اليدوي، وهبدا كده اقلبهم كويس جدا مع بعض. اللبن الرايب بيدي طراوه جميله جدا للبكاكين بعد الخبيز، تكون طريه كده وجميله جدا معاكي، وكمان مش هتبرول خالص منك. هنزل عليهم بكيلو كده من الدقيق المنخول. هنبدا كده بالسباتولا هنقلب، وبعد كده هعجن كده بايديا. اهم حاجه في العجين بتخدمي العجينه كويس جدا، تاخدي كده نتيجه كويسه خالص في الاخر. محتاجتش مني اي سوائل تاني، انا كده عجنتها بكوبايتين ونص بس. العجينه كده متماسكه معايا عشان اعرف ابططها واعرف اتحكم فيها. هنقلها كده ببوله وهغطيها بالستريتش راب وهسيبها كده في مكان دافي. الجو حر فهتخمر معايا بسرعه. خمرت معايا ما شاء الله. هنبدا كده نقطعها مع بعض. بالنسبه للبن الرايب، لو مش متوفر عندك كده لبن رايب وعندك لبن حليب، هتسخنيه وهتضيفي له كده معلقه كبيره من الخل. هيقطع معاكي بسرعه، هيكون رايب وجميل جدا بتعجيني بيه. هنبدا كده نقطع القطعيه اللي انت طبعا عايزاها براحتك خالص. عايزه لو عندك ميزان عايزه توزين 40 جرام 45 جرام كمان بتكون مناسبه جدا. هنبدا كده نقطع الكميه كلها ونغطيها بكيس من اكياس التلاجة علشان ما تنشفش منك. بعد ما هتقطعيها هتسيبيها كده 10 دقايق ترتاح. خطوات بسيطة جدا هتمشي عليها وتطلعي احلى بكاكين ان شاء الله. عايزة كمان بتخزنيها كده في الفريزر، هتعملي كمية كده كويسة. هتسيبيها تبرد بعد الخبيز وهنخزنها كده في الفريزر. بتكون معاكي سندوتشات للولاد، بتنفع معاكي فطار، بتبقى جميلة جدا. جبت كده صينية وفرشت عليها قطعة كده قطعة قماش، ومن بداية كده ما قرصت او قطعت البكاكين رشة بسيطة خالص كده على المفرش السيليكون من الدقيق. وهنبدأ كده نبطط بسيط خالص، وهنفرد كده بالنشابة على شكل دايرة. مش هتاخد مني كده تبطيط كتير. هنبدأ كده نرص كده على الصينية، وتسيبي كده مسافة بسيطة كده بين كل واحدة والتانية عشان لسه هنسيبهم كده يرتاحوا. وبعد ما نخلص تبطيط بين كل رقة ورقة او طبقة وطبقة، طبعا طبقة كده من القماش عشان ما تلزقش ببعض. هنخلص كده الكمية كلها ونسيبهم كده يرتاحوا على حسب طبعا الجو عندك. والجو حر طبعا ما اخدتش معايا ربع ساعة. هتكوني كده مسخنة الفرن بتاعك على اعلى درجة حرارة. انا هنا هخبزها ان شاء الله في الفرن الغاز العادي. غطيت كده الطبقة الاخيرة بكيس من اكياس التلاجة علشان ما ينشفش مني. سخنت الصاج كويس جدا، والفرن طبعا يكون على اعلى درجة. هبدأ كده ارص البكاكين وارتاحت معايا ما شاء الله، خمرانة خالص. وصفة سهلة وبسيطة، من كيلو دي هتطلع اكبر كمية من البكاكين، خفيفة كده على القلب وجميلة جدا ما شاء الله. بتتنفخ معاكي وناجحة من اول مرة ان شاء الله. وصفة سهلة وبسيطة ما شاء الله. طالعة معايا لونها جميل جدا، ومنفوخة معايا كده وطرية وجميلة جدا، ريحتها كده معبية المكان. هخلص كده الكمية كلها ان شاء الله. لو مش متوفر عندك الفرن الغاز العادي ممكن تخبزيها في فرن البوتاجاز. ما شاء الله. هخلص كده الكمية كلها وهنبدأ كده ان شاء الله نقدمهم كده مع بعض. ما شاء الله كمية جميلة جدا. من كيلو دي طلعنا اكبر كمية من البكاكين طبعا. ما شاء الله عليها منفوخة معايا. كمان ريحتها جميلة جدا، لونها كمان خطير. وصفة سهلة بسيطة خفيفة كده على قلب في الأكل. تاكليها بقى في غدا في فطار، تعمليها سندوتشات لولادك جميلة جدا. ممكن تخزنيها كده بعد ما تبرد خالص في الفريزر. وصفة سهلة بسيطة، يا رب الوصفة تعجبكم. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني، وفي رعاية الله.